السلام عليكم. زهقنا من الاكل التقليدي، عندنا النهارده لحمه مفرومه ووقفت في المطبخ مش عارفه اعمل بيها ايه. ففكرت على طول وقلت اعمل اكله كده من نسج الخيال. نحاول نخرج بيها عن النطاق التقليدي. زي ما انتم شايفين كده، لو عجبتكم وصفتي ان شاء الله هتعجبكم. اعملوا لنا لايك وشير. زي ما انتم شايفين كده، عندي نص كيلو او اقل شويه من اللحمه المفرومه. بشرت بطاطستين اتنين، غسلتهم كويس وبشرتهم زي ما انتم شايفين. وعندي جبنه موتزاريلا، حطيت شويه كده كماده ربط. انا لحد دلوقتي لسه مش عارفه انا هعمل ايه. حطيت معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من البهارات، ونص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من البصل البودر والثوم البودر. زي ما انتم شايفين قلبت كل المكونات على بعضها وحطيت الملح، وبدأت اقلب كله على بعضه. عجنتها عجنة كويسة علشان الأنسجة كلها تتداخل في بعضها. برضو لسه لحد دلوقتي انا مش عارفة انا هعمل ايه. طب اعمل ايه؟ اعمل كفتة؟ ما احنا عاملين كفتات كتير. اعمل بيها ايه بالظبط؟ اعمل بيها حشوة؟ ما احنا عاملين كتير. طب انا عايزة اخرج من المطبخ بسرعة علشان الدنيا حر. اعمل ايه؟ جت في بالي كده. كمان جودت بقى وحطيت حتة من الزبدة الصفرة كده عندي، او الزبدة النيوزيلندي، علشان تديها نكهة وطعم وريحة حلوة. خلاص كده تقريبا انا بديت ارسى على بر ان انا هعملها ايه بالظبط. خلاص خلصت العجنة بتاعتي وحطينا كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها. جبت برامين صغيرين كده وبدأت ادهنهم بالزبدة. وهاخد بقى من اللحمة المفرومة، تدهنيها زبدة بقى او تدهنيها زيت زي ما انت عاوزة. هاخد من اللحمة المفرومة واعمل طبقة تحت في البرام من تحت زي ما انتوا شايفين، وهحط لها حشوة من الجبن. حطي بقى الحشوة اللي انت حباها وحطي الجبن اللي انت حباها. انا حطيت موتزاريلا، وحطيت كمان كان عندي ترانشات من الشيدر، موجودة مش موجودة ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص. وبدأت اعمل طبقة تانية واحطها فوق، طبقة تانية فوق. عملت البرام التاني. برضو بقول لكم يا جماعة، أنا كل ده من نسج الخيال، كل ده وأنا واقفة مش عارفة أنا هعمل إيه. تخيلتهم كده وحطيتهم في الفرن وقلت إيه يطلعوا سايحين وناكلهم على طول جنب مكرونة جنب عيش زي ما أنت عاوزة. ولادك هينبهروا بيها. وكمان حاجة جديدة خالص عليهم وطعمها رائع. عندي بنت من بناتي قالت لي ازاي وصلتي اللحمة المفرومة يا ماما للطعم ده. فعلا كان طعمها مختلف جدا جدا جدا. طعمها جميل، سريعة، ما فيهاش دوشة كتير، ما فيهاش وقفة كتير. هتنجزيها وتطلعي تحط ربع ساعة في الفرن وهتطلع زي الفل على الأكل على طول. يعني لو دخلت المطبخ قبل الغدا بنص ساعة هتطلعي بيهم الاتنين معمولين في ايدك والعيش متسخن والمخلل الجميل، وتاكلوه كده او تاكلوها جنب مكرونة حمراء او اي حاجة جنبها. قفلت بقى بالفويل كده الأول، وحطيتهم حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة في الفرن، مش على الفرن من تحت مباشرة، لا حطيتهم على الشبكة كده في تلت الفرن من تحت، مش في النص قوي ولا تحت قوي. شوية وتشمعوا واستووا والبطاطس استوت وكل حاجة استوت. حطيت زي ما قلت لك كده ترانشات الشيدر، موجودة مش موجودة مفيش مشاكل. هتحطي بقى الموتزاريلا على الوش وتدخليها يدوب من غير الفويل بقى تاخد لون وطبقة حلوة كده. طلعت زي ما انتوا شايفين حاجة واو، مش قادرة اقول لكم طعم وريحة وجمال، مش قادرة اقول لكم. افتكاسات ايمان معاكم. دايما بحاول افكر لكم في اي جديد، دايما بحاول اعمل الحاجة اللي ترضيكم واللي تعجبكم واللي تعجب ولادكم واللي تعجب ولادي. شايفين بقى السيحان والطعم التحفة. حطي بقى في العيش كده وكلي واعملي سندوتشات وكلي واعملي جنبها مكرونة زي ما انتوا حابين.
اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. ما تضيعوش تعبنا يا جماعة، ارجوكم اعملوا لنا لايك لان اللايك ده بيفرق معانا كتير. لو انتوا معايا لسه لحد دلوقتي دوسي لايك او دوس لايك، هترفع من الفيديو. شكرا ليكم.